دي صورة ابتسام فاروق، كانت عايشة في حدائق القبة. اتعلقت بواحد اسمه محمد، ارتبطت بيه وكانت منتظرة ان هو يتقدم لها ويخطبها، بس محمد قال لها ان امكانياته ما تسمحش. ولاد الحلال جابوا لها عريس، ويا ريتهم ما جابوه ولا يجراله اللي جراله. سيف من أسرة كويسة، أبوه رجل محترم ويقدر يفتح بيت. ولما دخل اتعرف عليها عجبته، بس الأب قال له يا ابني أنا ما ارتحتلهاش. بس سيف قال له إن هي عجبتني وتمم الجوازة ودخلوا. وبعد سنة ربنا كرمهم بولد سموه مالك. ورجع محمد منه لله يقول لها إنه مش قادر ينساها وإنه عايز يرجع تاني علاقتهم زي ما كانت. وهي طبعا رحبت وكانت بتقابله من وقت للتاني. وفي الوقت ده ولدت الولد التاني. محمد وسوس لها إنها تخلص من جوزها، قامت رفع عليه دعوى خلع من غير ما تقول له، واتحكم لها بالخلع من سيف. بس فضلت عايشه معاه وما قالتلوش ان هو ما كانش يعرف حاجه عن القضيه اصلا. محمد شاف ان الخلع ما عملش حاجه، فقال لها احنا لازم نخلص من سيف، وكان الاتفاق بانهم يقتلوه. وبدات الخطه لما طلبت من سيف انه يشتري عربيه، وسيف قال لها انه معهوش. قالت له انا هبيع الذهب اللي معايا واكمل لك واشتري لنا عربيه عشان خاطر الاولاد. وفعلا باعت الذهب ووريته صوره اداها لها محمد، وقالت له صوره عربيه بتاع جوز صاحبتي، وهو هيوريها لك وتشوفها، ولو عجبتك ادفع له المقدم. سيف خد الفلوس وراح يشوف العربيه، واللي كان منتظره محمد وواحد معاه. سيف قابلهم وركب العربيه عشان يتفرج عليها، وفي الطريق جم على جنب ومحمد نزل، ويتفاجئ سيف بمحمد نزل عليه بسكين وخلص عليه. وما خلاهوش بس كده، لا ده خد كمان اعضائه، ما سابش غير الاطراف. واتاري الراجل اللي معاه ده تاجر اعضاء، وقاموا حفروا حفره وحطوا اللي باقي من سيف فيها، ورجعوا ولا كانهم عملوا حاجه. وهنا ابتسام جه دورها، اتصلت بابو سيف وقالت له انه راح يشتري عربيه وكان معاه فلوس وما رجعش. ابو سيف بلغ الشرطه اللي بدات تدور، بس ما وصلوش لحاجه. بس الشك دخل في قلب ابو سيف لما لقى ابتسام اتجوزت محمد، واستغرب وسال ازاي تتجوزي وانت على ذمه راجل؟ فقالت له ان هي خلعت سيف من مده وانها من حقها تتجوز. وهنا ابو سيف جري على المباحث وحط كل شكوكه عندهم، واتهم ابتسام انها وراء اختفاء ابنه. وهنا الشرطه استدعت ابتسام لسؤالها في اتهام ابو سيف بليها، وبسؤالها لاحظوا ان هي مش طبيعيه وان وراها حكايه. ومن هنا بدأ الشك في ابتسام، والتحريات اثبتت ان هي على علاقه بمحمد حتى من ايام ما كانت متجوزه. ومن الرسائل اللي بينها وبين محمد عرفوا ان هي اتفقت معاه على قتل سيف والتخلص من جثته والاتجار باعضائه وبيعها كمان. واتقبض على محمد واعترفوا، صدر عليهم حكم بالاعدام، واما تاجر الاعضاء اتحكم عليه ب10 سنين. ادعوك للاشتراك في القناه وعمل لايك للفيديو، وادخل على القناه شوف باقي الفيديوهات، يمكن حاجه تعجبك. واشوفك الفيديو القادم ان شاء الله. سلام.